السلام عليكم. دايما بيبقى عندنا مشكلة ان احنا لو عندنا مثلا داتا زي كده 3 سنين لمبيعات بس. الداتا واحدة بس رؤوس الأعمدة مختلفة، يعني هنا مثلا في 2005 في التاريخ، المندوب، الزبون، المبيعات. في 2006 اختلفت شوية، بقى بدل الزبون كاتبين لي العميل، لكن هي في النهاية نفس يعني نفس المحتوى او نفس الصياغة، بس يعني هنا مثلا كاتب لي المكسب، لكن في 2000 في 2007 كاتب لي الربح. فرؤوس الأعمدة مختلفة، مرة كاتب لي رجل البيع، مرة كاتب لي المندوب. تمام. فأنا محتاج باستخدام الكويري ان انا اجمع الداتا دي مع بعض عشان اطلع تقرير عن ال3 سنين. ازاي اقدر اعمل ازاي اقدر ادمج الاعمده دي مع بعض برغم اختلاف الاعمده؟ اول حاجه المفروض اعملها ان انا اجيب من الفولدر فروم فولدر، اروح اجيب رؤوس الاعمده. فمثلا هي عندي هنا في الفولدر اللي اسمه داتا. طيب بعد كده هروح اعمل ترانسفورم، وبعدين هقول له ايه بقى، هيفتح لي الكويري. انا محتاج هنا، مش محتاج الماتيلدا دي دايما بتيجي، انا عايز اشيلها. فانا هاخدها كده كوبي، وهروح اعمل فلتر عليها. خلاص، does not contain، وهقول له شيلها لي. بس هيبقى الشيتات بتاعتي اللي انا عايزها. عايز اعمل ايه بقى؟ عايز اخد من الداتا دي، من الكونتينت ده، المحتوى اللي جواه، اللي جوه الشيتات. فهقول له add custom column، وهقول له excel دوت ورك بوك الاكسل، حط هات لي منه الكونتينت. خلاص، بس هات لي، استخدم لي رؤوس الاعمده بتاعته. خلاص. فبالفعل جاب لي التيبلز والحاجه اللي جواه. انا مش محتاج من كل ده غير الكاستم اللي انا عامله ده، ريموف اذر كولوم. خلاص. هبدا بقى اقول له ايه، هات لي من ده الداتا، الداتا والنيم. فبدا يقول لي ايه، ان انت عندك هنا جدول في 2005. ده الجدول ده محتوى، ده رؤوس الاعمده بتاعت الجدول ده، وده رؤوس الاعمده بتاع الجدول ده، وده رؤوس الاعمده بتاع الجدول ده. طيب وبعدين انا محتاج ايه بقى من ده؟ هعمل له ايه بقى؟ هقول له نزل لي كل الايه، كل الاعمده. طبعا مره مكتوب مكسب، مره مكتوب ربح زي هنا، مرة مكتوب منطقة، مرة مكتوب حي. طب انا عايز اجمع كل ده في اعمدة واحدة ثابتة. فالمفروض ان انا اعمل ايه بقى؟ المفروض ان انا هنا هاخد كل الاعمدة، تيبل دوت كولوم نيم. عايز اخليه يجيب لي كل رؤوس الاعمدة اسمها ايه. خلاص. فجاب لي الشكل ده. طبعا هحول ده تيبل، خلاص، تو تيبل اهو. انا طبعا بس مش عايز نيم دي، لان دي كانت اسم الشيت اهو، اللي هو ده انا مش عايزه. فدي كل الاعمده اللي عندي. طب انا هاخد بقى رؤوس الاعمده دي وهنزلها تيبل هنا. تمام. وهبدا اقول له ايه، انا التاريخ اسمه تاريخ، فعلا اسمه التاريخ. هبدا بقى احط اوحد. المندوب هو مندوب البيع، مندوب البيع. الزبون هو العميل، المبيعات هي المبيعات، الربح هو الربح، المنطقة هي المنطقة. هنا نسبة اللي هو نسبة الربح، هنا اليوم هو التاريخ، مندوب البيع هو مندوب البيع، العميل هو العميل. فوق كان اسمه الزبون هنا.
خلاص. هنا المكسب هو الربح، الحي هو المنطقة، رجل البيع هو مندوب البيع، المكان هو المنطقة، نسبة الربح هي نسبة الربح. فكده انا ايه، عملت توحيد للاسماء دي. تمام. خلاص وحدت الاسماء، هاخد الداتا دي تاني from ايه، from table range هنا. فبقى عندي بالشكل ده. انا عايز افهم الباور كويري ان انا عايز ابدل ده بده. يعني لما تشوف الزبون حط لي قدامه العميل، لما يكون في رأس علشان اوحد الاعمدة، الزبون هو العميل، والعميل طبعا في ناحية تانية هو العميل برضو اهو، العميل هو العميل، المندوب هو مندوب البيع، مندوب البيع هو مندوب البيع. اوحد رؤوس الاعمده. طيب محتاج اعمل ايه بقى عشان اعمل كده؟ هروح للترانسفورم ده واقول له ترانسبوز، اقلب لي دول، خليهم صفوف. وبعدين اعمل ايه، هات لي التيبل ده، خليه تيبل دوت تو كولوم. خلاص خليهولي اعمده، اقلب لي ده اعمده. فقلب ايه بقى، بصوا كده خلاه ازاي، خلى كل اسم قدامه الاسم البديل بتاعه. يعني هنا التاريخ هو التاريخ، المندوب هو مندوب البيع، الزبون هو العميل. كده انا جاهز اني اشتغل على الداتا. طيب انا كده جهزت اول حاجة هعملها. طيب بعد كده هروح اقول له from folder، هات لي هات لي الداتا اللي جوه دي، اعمل لي ترانسفورم ليها، وبعدين شيل الماتيلدا دي بالشكل ده. تمام. وبعدين يا سيدي اعمل ايه بقى، روح قول له اد كاستم كولوم، هات لي بقى المحتوى اللي جوه الكونتنت اللي هو اكسل دوت ورك بوك، هات لي الكونتنت بتاعه، وهات لي خليه استخدم لي رؤوس الاعمده بتاعته. اوكي. فراح جاب لي ايه ده، انا مش محتاج غير الكاستم ده، ريموف اذر كولوم. هنا ده التيبل، روح هات لي النيم والديتا. خلاص. فجاب لي التيبل اهو، كل تيبل طبعا فيه ايه، رؤوس الأعمدة بتاعته. أنا مش محتاج دول يعني. خلاص. ده أنا بقى هبدأ أقول له هنا إيه، رينيم الأسماء دي، غير لي الأسماء دي بده اللي أنا حضرته، هسميه رينيم. تمام. طبعا أنا مجهزه أهو إن كل حاجة قدامها الحاجة بتاعتها الاسم بتاعها. طيب هنا هعمل اد كاستم كولوم وهقول له هات لي تيبل رينيم، تيبل دوت رينيم كولوم، بدل لي اسماء. طبعا انا هنا لازم اشيل دي واخد بالي وانا بكتب، عشان الام لانجوج بتاعت الكويري يعني حساسه جدا للحروف وللكابيتال وللسمول. طيب انا محتاج اعمل رينيم لايه، هنا بيقول لي ايه، التيبل اللي هو الداتا اللي هو ده اللي فيه رؤوس الاعمده ده. طيب عايز تبدله بايه، رينيمز بقى، انت هتبدله بايه؟ انا عايز ابدله بالرينيم اللي انا عامله اللي هو ده. خلاص. لو جيت قلت اوكي كده، هيحصل ايرور لان في اعمده موجوده هنا مش موجوده هنا. يعني في افتقاد للاعمده، ان في اعمده موجوده في التيبل ده وفي اعمده مش موجوده في التيبل ده. فانا هضيف له في المعادله دي حاجه اسمها ايه، بص هنا لما هعمل كده هيقول لي missing field، في حاجه ممكن تبقى missing.
اعمل لي ليها اجنور، اي حاجه ميسنج مش موجوده ما تعمليش ايرور، بس تغاضى عنها وما تشوفهاش. اوكي. فبقى الجدول بالشكل ده، وحد الداتا هنا: تاريخ، مندوب، عميل، مبيعات، ربح، منطقة، نسبة الربح. نفس الكلام. اللي موجود هنا مثلا اللي هو نسبة الربح مش موجود هنا، هو خلاص تغاضى عنه كأنه مش شايفه. وهنا نسبة الربح موجودة، فتمام. تعالى بقى اعمل لده. خلاص انا مش محتاج ده، محتاج ده بس. لو عملت كده وعملت كده ننزل الداتا زي الفل، تمام. كل الداتا الموجودة هروح اعمل close load في نيو شيت. اوكي. وادي الداتا بتاعتي. كل ما هضيف كل ما هضيف ليها هتضاف، اي تعديل ريفرش هيتضاف، كله تمام. شكرا، سلام عليكم.